السلام عليكم. الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الذكرى الثانيه لثوره يناير المجيده. الحمد لله احنا عملنا ثوره. الحمد لله الثوره نجحت. الحمد لله جالنا رئيس اللي هيحافظ على الثوره وهيحافظ على البلد. وقبل ما نقعد نبص لبعضينا في ان ازاي الرئيس هيحافظ على الثوره وهيحافظ على البلد. ايوه هيحافظ على البلد. هو استلمها خربانه من المجلس العسكري هيحافظ عليها خربانه لحد ما يسلمها للي بعده. ده لو شفنا بعد. مش كل ما هتحصل مشكله هنقول الرئيس هو اللي عملها، تحصل مشكله الرئيس هو اللي عملها. انتوا عارفين كويس انه ما عملش حاجه. لانه ما بيعملش حاجه اصلا. نهدى كده ونفوق ونشوف ايه اللي بيحصل حوالينا. ايه يعني حادثه قطر خبط اتوبيس في اسيوط وموت الناس، تقولوا رئيس هو السبب؟ يا سلام، ليه رئيس كان هو اللي سايق؟ قطر تاني خبط في تاكسي وعجنه، برضه تقولوا رئيس هو السبب؟ ليه؟ احنا عارفين من الحادثه اللي فاتت ان الرئيس ما بيعرفش يسوق قطوره. لا بيعرف يسوق قطوره ولا تاكسيات ولا اتوبيسات، بيعرف يسوق غير حاجه واحده بس. بعدين يرجع عبيط انت وهو. حوادث القطر دي كلها بمصلحتنا. القطوره بتخبط الناس اللي رايحين شغلهم. يعني بعد شويه حوادث كل الناس اللي شغالين هيموتوا. نشغل الناس اللي عاطلين مكانهم ونقضي على مشكله البطاله. دي اول حاجه مهمه في مشروع النهضه. وبعدين طبعا في ناس هتقول لي ان مفيش مشروع نهضه اصلا. لا في مشروع نهضه وفي طائر النهضه. امال الحمامه اللي مسكوا في رجليها المايكروفيلم دي ايه؟ حمامه النهضه. نهضه جوه كل واحد فينا. حمامه جوانا كلنا. النهضه حلم ولازم نحققه. يلا امسك حلمك، يلا امسك حمامك. ما تفوتش الفرصه وتخلي اعدائنا يشمتوا فينا. الرئيس سايب الحوادث دي كلها تحصل، مش عايز يصلح المزدقانات ولا الكلام ده كله، قال لي يعني اهمال. بس هو عامل كل ده عشاننا والله. هو شايفنا متضايقين ان الاخوان عمالين ياخدوا اغلب اصوات الشعب في الانتخابات. اكيد بعد حوادث القطوره الاخوان مش هياخدوا اغلب اصوات الشعب، لان مش هيبقى في شعب اصلا. فبالتالي مش هيبقى في اغلبيه. سايب الحوادث دي تحصل عشان خاطر يرفع روحنا المعنويه للسماء. روحنا كده تطلع السماء ونفسيتنا تزيد ونبطل غيره. مش كنت يا بنت قاعده بتهرف نفسك وتاكلي في نفسك عشان صاحبتك اتجوزت وعماله تندبي حظك ان القطر فاتي؟ ربنا بقى. صاحبتك اللي لحقت القطر بقت مرحومه. الحمد لله ان احنا كلنا مش لاقيين ناكل ولا لاقيين نشتغل والقطر فاتنا، الحمد لله. نخلص بقى ونسيب مشكله القطر، عرفت ان هي في مصلحتنا نمسك بقى مش عارف جنينه ولعت ولا جنينه الحيوانات ولعت، برضه تقولوا رئيس هو السبب. ليه كان واقف هناك ساعه الحلاقه بياكل الزرافه؟ انتوا عارفين كويس ان ما بعرفش اكل غير الخرفان. خلصنا من الجنينه مش عارف قال لك الدعم ورفع الدعم بعد ما وعدنا ان الدعم هيوصل لنا والدعم هيوصل للمستحقين. طب ما احنا ما نستحقهوش. شعب زباله، شعب كافر. انت كافر وانت كافر، انا مش كافر. انا بحبهم. كل ده بقى كوم، والجزئيه اللي بتدل على ان احنا شعب فعلا مع احترامي ليكوا شعب جاهل. يعني ايه من ساعه ما الرئيس مسك والاخوان ركبوا والنحس ركبوا؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ مفيش حاجه اسمها الكلام ده. كل ده عشان خاطر عماره وقعت في اسكندريه. انا عايز اقول لكم حاجه بس ده سر بيني وبينكم. اسرائيل هي اللي وقعت العماره دي. ايوه، اسرائيل عامله مؤامره على الرئيس عشان يسقط. تسقط العماره يسقط الرئيس على طول لوحده. اسرائيل طالعه بالعماره الصناعيه بتاعتها بتتجسس علينا كل يوم. هم بيتجسسوا لمحوا فوق العماره بتاعت اسكندريه اللي وقعت دي في اكتر من 25 طبق دش. الحقد والحسد هنا جواه. طبعا اسرائيل اكبر عماره فيها 4 ولا 5 اطباق دش وده كله ماشي بالوصل. ما سكتتش اسرائيل. هم بعتين لنا 2 جواسيس وقفوا قدام العماره وهوب خبطوها عين وقعت. الحسد. اسرائيل بتحسدنا عشان توقع الرئيس بتاعنا بس هو صامد والله ولا شايف حاجه. ولا حاسس باللي بيحصل عليه. والحمد لله هو دلوقتي اهو في طريقه للانشاء على الحدود بيننا وبين اسرائيل خرزه زرقاء كبيره. عشان
بينا وامر القوات المسلحه نقول لها امر القوات المسلحه ان تدريباتهم من هنا ورايح تبقى كده 1 2 3 4 5 5 في عينك يا اسرائيل. نكتب على الدبابات من ورا يا ناس يا شر كفايه امر. هو كمان ايه قال لك هيطلع طلعات جويه تطلع ترمي اعمال في تل ابيب. قال لك الاعمال دي ما جابتش نتيجه سوف يذهب الى الكنيسه بنفسه يخلص بقى. هو بقى يروح يخلص. امال هو استاذ عصام العريان كان عايز يجيب اليهود مصر ليه؟ استاذ عصام العريان الله يحفظه ويستره يا رب ان شاء الله. كان عايز يجيب اليهود مصر عشان ننق عليهم براحتنا. كل واحد يحط واحد يهودي قدامه كده. يهودي كافر. يخلص علينا. اظن بعد الحاجات دي كلها نبطل بقى شويه نغمه ان الاخوان من ساعه ما جم والنحس شغال والرئيس من ساعه ما جه والنحس مش عارف ايه ما بقاش فيه خير في البلد والناس ده كل ده كلام فاضي. لا نمشي. لا الحقوا لك طاهر النهارده موجود. مش زعلان والله من اللي بيحصل ده يعني. انا عادي ممكن الضلمه دي خير. يمكن انا ناسي مثلا اطلع النسخه اقرا منها شويه. واحد طبعا هيسالني يقول لي ازاي هتقرا في الضلمه؟ اقول له انا سعيد قوي انك سالتني السؤال ده. ندعي كده يا اخوانا بعد اذنكم يا رب النور يجي عشاني يعني عشان شكلي وحش. عايزين نجيب ميه. قول يا رب النور يجي عشانكم. يا رب. انتوا كفره مش هيجي. طب يا رب النور يجي عشان ابو اسماعيل يشحن الموبايل بتاعه. الله النور في الاوضه بس. الله اكبر. والله ابو اسماعيل معجزه. والله معجزه والريس كمان بتاعنا بركه. والله العظيم قال هيمسك البلد ويظبطها في 100 يوم. اول ما مسك ظبط البلد اول يوم ظبطنا كلنا. الحمد لله هيقضي على رجع الامن والامان تاني. سمعتك انت دلوقتي لما بتروح اي حته ترمي كيس زباله في الشارع لو رحت بعدها باسبوع بتلاقيه مكانه. ما هو ده من امان. ممكن نفتح ودايع في صناديق الزباله. سيب ابنك هناك في الصندوق ما تقلقش. قال لك هرجع الداخليه تاني ان شاء الله. والداخليه الحمد لله رجعت. ناس تقول الداخليه رجعت، ناس تقول الداخليه ما رجعتش، الداخليه رجعت، الداخليه ما رجعتش، هوب سمعنا عن متظاهرين مالك ومحمد محمود اتاكدنا ان هم رجعوا. الحمد لله الداخليه راجعه وبقوه. عشان نشوف انجازات الداخليه نفتح قناه مصر 25. تلاقي كل انجازات الداخليه قام الضابط الفلاني بالقبض على المواطن الكافر وعذبه. تلاقي انجازات الاطباء قام الطبيب احمد طبيب جماعه الاخوان باعطاء المواطن مينا المسيحي حقنه مسكنه. وقام المواطن مينا المسيحي بشكر الطبيب احمد بعد ما خد الحقنه وقال له تسلم يا دكتور ايدك خفيفه. الله على حاله الحب اللي البلد بقت فيها. كلنا بقينا بنحب بعض بقى في حنيه وبقى في تسامح. ده احنا من كتر التسامح اللي احنا فيه كل قتله المتظاهرين خدوا براءه الحمد لله. معلش يعني القاضي عندنا ماشي بمبدا الحي يبقى من الميت. الناس اللي في السجن دول اللي ماتوا خلاص. لازم نحافظ على الناس اللي في السجن دول عشان بعد كام حادثه قطر مش هيفضل الا هم اصلا. المجرمين مش مجرمين لازم نخاف عليهم. بعدين معلش انتوا زعلانين ليه حق الشهداء لسه ما رجعش؟ طب ما حق الهام شاهين رجع. معلش يعني الشهداء يعني ثوره وميدان وكلام فاضي. انما الهام شاهين يعني دانتيل. يعني سوق المتعه. الله وشوف المتعه. هي مع استاذ محمود عبد العزيز في المشهد وسابها زي القمر ودخل فك زنقته في الحمام. يعني اكيد هو عمل كده خوفا من عبد الله بدر. يعني ما اعرفش اعمل كده عايزيني اسيب
انت هتسقف؟ انت عايزين اسيب فيلم مهم زي ده؟ اسيب فيلم مهم زي ده واقعد اشوف ريس عمل ايه وهو المسؤول عن كل حاجه، وريس هيعمل ايه ولا ايه؟ الريس اصلا مش فاضي. مع احترامي ليك، انت لما بتبقى بتجري على اكل عيشك على جماعتك وابنك بتلاقي نفسك بتصرف عليهم ملايين. تخيل ده بقى جماعته بتاع 5 مليون واحد. كل شويه العيال بابا انا عايز البرلمان، بابا انا عايز ارجع مجلس الشعب، بابا انا عايز اكتب الدستور. قول له ماشي يا حبيبي اكتب يلا، شخبط شخابيط، مسك الالوان وكتب الدستور، خلصنا مع بعضينا. فوق كده بقى من الغيبوبه، ومش كل ما تحصل ناس تموت عند الاتحاديه ولا محمد محمود ولا اسعار تغلى ولا اسعار تقل وحق الشهداء اللي قدام والجداد اللي لسه ما رجعش وخروج امن للعسكر والدستور مليان بلاوي تقولوا رئيس هو السبب. يا سلام، ليه؟ هو الرئيس هو اللي بيحكم؟ الرئيس مش هو اللي بيحكم برضه، ما اندهشتوش. اوسكار